على السريع عشان الباقة بتضيع. بص يا سيدي، ما تضيعش وقتك مع حد او عند حد او لحد. من الاخر كده ما تضيعش وقتك، لان وقتك هو ثروتك، وقتك هو رأس مالك الوحيد. من الاخر كده الناس هتسحلك، فما تسحلش نفسك. ما تضيعش وقتك على الناس وللناس ومع الناس. بطل تضيع وقتك مع ناس ما تستهلكش. بطل تضيع وقتك خالص. وقتك ده قضيه في العبادة، في العمل، في التعليم. التعليم هنا مش قصدي التعليم الأكاديمي اللي ملوش لازمة، أنا قصدي على التعليم الذاتي. اتعلم لغة، اتعلم برمجة، اتعلم تصميم، اتعلم مونتاج، اتعلم هندسة اللي هي الهندسة الصوتية، اتعلم تصوير. اتعلم الحاجة اللي انت بتحبها او اتعلم الحاجة اللي انت محتاج لها. من الاخر كده ما تحطش لنفسك حواجز، ما تحطش لنفسك حدود، ما تعملش لنفسك عقبات، ما تخترعش مشكلات. خلي عندك مهارة اسمها مهارة حل المشاكل. من الاخر كده الدنيا صعبة، الدنيا صعبة قوي قوي قوي، فما تصعبهاش على نفسك، ولا تصعبها عليا، ولا تصعبها على غيرك، ولا تصعبها على اللي هيجوا من بعدك، ولا تصعبها على اللي جم من قبلك. ما تصعبهاش على حد. خليك دايما بسيط، خليك دايما سلس، خليك دايما سهل. بس ما تبقاش إمعة، ما تبقاش أحمق، ما تبقاش ساذج، ما تبقاش عبيط، ما تبقاش ماشي ورا كلام الناس وخلاص. كلام الناس مش بيقدم ولا بيأخر، ده كان زمان. دلوقتي كلام الناس بيأخر، كلام الناس بيسوح، كلام الناس بيودي في 60 داهية. الكلام هنا مش الكلام السلبي أو الكلام الإحباطي أو الكلام السيء أو الكلام الخبيث. الكلام ده كله كلام الناس ممكن يسوحك. وايوه يا جماعه، في علم نافع وفي علم ضار. في علم ممكن يأذيك مع انك شايفه ان هو علم نافع، مع انه علم حلال، وممكن يكون علم شرعي، بس انت ما عندكش الامكانيات والقدرات، بس انت ما عندكش الامكانيات العقليه ولا الذهنيه ولا الروحانيه انك تستوعبه، فبالتالي بيكون بالنسبه لك علم ضار وعلم مؤذي.